السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. فيديو النهارده مميز جدا. هنعمل مع بعض حاجه حلوه واقتصاديه وموفره في نفس الوقت. طعمها فوق الوصف، بتزود المناعه وكلها فيتامين سي. مختلفه تماما عن طريقه البسبوسه. هتطلع جميله معاكي وخفيفه وهشه وطعمها فوق الوصف، بجد تحفه. يلا بينا بقى نشوف الطريقه. لو عندك بقى برتقانايه وجزرايه هاتيهم وتعالي نشوف الطريقة ونعمل بهم أكلة شتوية ما تخطرش على بالك. هتبهرك قدام ضيوفك وهتشرفك كمان. يلا بينا نسمي ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو السهل السريع ده. معايا برتقانتين وجزرتين غسلهم كويس جدا، وانا اقطعهم بالقشر بتاعهم كده. ولو لقيتي اي حته بيضه في البرتقانيه من فوق كده طبعا هطلعها علشان ما تمررش معانا الوصفه. هنقطع البرتقانايه والجزرتين كده بالشكل ده. حجمهم بيكون وسط يا بنات. ممكن تعملي وتقللي الكميه من برتقانايه وجزريه بس لو حابه تقللي الكميه. ضربنا ايه ده؟ احنا قشرنا البرتقانه وقشرنا الجزر بقشرها كده. هنبدا نحطهم في البوله وننزل عليهم ببقيه مقاديرنا. وهي عباره عن بضايه ونص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه ونص كوبايه من الزيت. وهنحط الكلام ده كله في قلب الكبه او الخلاط المتاح عندك اشتغلي بيه. ونحط عليها رشه من الفانيليا، وده اختياري لان البرتقان بيبقى ريحته وطعمه طاغي على البيضه اللي احنا حطيناها. انا بوريكي المراحل بتاعه ضرب المقادير اهي، عشان خاطر انا مش هصفي المقادير دي. انا هعمل الوصفه بتاعتنا بالقشر بتاع البرتقان وقشر كمان الجزر. ضربناهم كويس جدا لحد ما نعموا معانا بالشكل ده. هنبدأ نحطهم بقى في البولة بتاعتنا كده بقشرهم لحد ما نحط بقية المقادير. شايفة قوامها عامل ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه. ما تحطوش ولا تشتغل على الوصفة دي الا بالقوام ده عشان تبقى ناعمة معاكي كده. تمام. من غير ما اصفيه طلعت معانا جميله. ونضربها بقلب الخلاط، ضربها في قلب الكبه. المهم تنعميها كده بالشكل ده. حطينا بقى ايه؟ نص كوبايه من جوز الهند وكوبايه من دقيق السميد ومعلقه حلوه كده من البيكنج باودر. وهنحط هنا في ريحه يا بنات نص كوبايه لو احتاجناه. تمام. هنقلب المقادير كده بالشكل ده. طبعا احنا حطينا كوبايه من دقيق السميد والمقدار سايل معانا. هنحط بقى بقيه نص الكوبايه التانية. المقادير كلها ان شاء الله هنكتبها لك في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه. حطينا هنا كوبايه ونص من الدقيق السميد لان هنا عندي البرتقانتين كبار وكلهم سوائل، فحطيت الكوبايه ونص من الدقيق السميد. تمام كده. هنبدأ نجيب ايه؟ نجيب بقى الصينية بتاعتنا وتكون مقاس 26. انا عايز السمك بتاعها لا تخين قوي ولا رقيقة قوي. وبكون دهناها دهنة بسيطة من السمنة. وبحط بقية المقادير بتاعتنا في قلب الصينية. لو حابة تعمليها في مقاس 30 براحتك، هتبقى سمكها خفيف. هنا بيكونوا مولعين الفرن على درجة حرارة 180. ونبدأ بقى ندخل الايه الحلاوة بتاعتنا الجميلة دي. انا مش عارفة اسميها ايه، اسميها رواني، اسميها بسبوسة، اسميها هريسة، حاجة كده في منتهى الجمال. هنبدأ نحط بقى المقادير في قلب الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. لو عندك الفرن بدرجات هتقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد من 35 دقيقة ل 40 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. وبكون طبعا اول ما بتطلع بزقها بالشربات. وشرباتها زي شربات البسبوسة او الهريسة، بيبقى لا تقيل ولا خفيف. كوباية من السكر، كوباية من المية، عصرة ليمونة. وبسيبها على النار لمدة 7 دقايق. بعد ما زقناها الشربات بغطيها بأي طبق واسيبها كده لمدة برضو 5 دقايق. وما تسيبهاش كتير عشان ما تعرقش منك. تمام. وبعد مرور 5 دقايق بكون جايبه معلقتين 3 من جوز الهند ومحمصاهم كده. بيديني لون حلو جدا. بحمصهم كده على نار هاديه لما يديني الدرجه دي. وابدا بقى ازوق بيها البسبوسه بتاعتنا. جميله جدا. او سميها الهريسه او رواني، انا مش عارفه اسميها ايه. بصي، هو ميكس كده رهيب ما بين الثلاث حاجات دولت. بتاكلي حاجه كده في منتهى الجمال، حاجه حلوه وجميله جدا وهتعجب ولادك. وفي نفس الوقت القيمه الغذائيه بتاعتها حلوه عاليه. بتزود المناعة وكلها فيتامين سي. بجد تحفة يا بنات. كل اللي دقها عندي شكر فيها. انا مستنية تعليقاتكم وان شاء الله هكتب لك المقادير في صندوق الوصف. واللي ما يعرفش صندوق الوصف اضغطي على العنوان مرة هتلاقي عرض المزيد، هو ده صندوق الوصف. وما تنسيش كومنت حلو منك وتعليق، ولو حتى ايموشن او قلب ابيض زي قلوبكم. يا رب الفيديو البسيط ده عجبكم. اترككم في رعاية الله. سلام عليكم.